مين بقى اللي قصادك؟ حرفيا تنانين بالمعنى الحرفي. ناس بتطلع زيرو دايز، اقوى ناس في الهندسة العكسية على مستوى مصر كلها والشرق الاوسط، اقوى ناس في الويب ممكن واحد يشوفهم في حياته. يا لا مش متخيل. اقوى ناس في التشفير، ناس شغالة في المجال ده بقى لها سنين السنين، الاول على هاك ذا بوكس في الشرق الاوسط كله. انت فعليا داخل ضد تنانين بالمعنى الحرفي. انا وفريقي داخلين ضد اقوى ناس في الشرق الاوسط كله في الهاكينج. لسه اول مرة نجرب CTF وداخلين قصاد الناس دي، والجايزة 200,000 جنيه. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ دي كانت اول منافسة ادخلها في حياتي، وانا ما كنتش مستوعب وقتها ان دول هم اقوى هاكرز في مصر كلها حرفيا. ناس يستحيل تتخيل الحاجات اللي ممكن فعلا يعملوها. اقل واحد فيهم لو ركز شوية ممكن يخترق بلد بالكامل. تعالوا نفهم القصة بدأت ازاي. في 2019 كنت حضرت مؤتمر اسمه كايري سيكيورتي كامب، وده كان المؤتمر الاول والوحيد بتاع السايبر سيكيورتي في مصر، وقد يكون الشرق الاوسط كله كمان. وفي المؤتمر ده كان بيعقد فيه مسابقة كل سنة بيتجمع فيها اقوى الهاكرز في الشرق الاوسط كله من سايبر تالنت، وبتبقى تصفيات على مستوى الدول. يعني بيعملوا مسابقة على مستوى مصر وياخدوا اول 3 فرق فيها، ونفس البطولة بتتعمل مثلا على السعودية والامارات وعمان وغيرها، وبياخدوا اول 3 فرق من كل دولة ويسفروهم هنا على مصر. كل حاجة ببلاش، طيران، اقامتك والفندق، كل حاجة مدفوعة، علشان يبقى في منافسة لأقوى الهاكرز في الشرق الأوسط كله في مكان واحد. لما حضرت المؤتمر ده لأول مرة شفت الناس دي قدام عيني، قابلت الشباب دول قبل المسابقة وبعد المسابقة. والمسابقات دي بيسموها Capture the Flag أو CTF، أو بكل بساطة التقط العلم. ايه هي مسابقات التقط العلم دي؟ هي بكل بساطة تحديات اختراق. بيديك حاجة ولازم تخترقها، وعشان تثبت ان انت اخترقت الحاجة دي بيبقى فيه زي كلمة مرور او باسورد او كلمة سرية مخزنة بداخلها. لو قدرت تلاقي الكلمة السرية دي يبقى انت قدرت تخترق الحاجة دي، وبتاخد نقاط على حسب صعوبة كل اختراق بتعمله. والتحديات دي بتبقى في كل حاجة ممكن تتخيلها: اختراق مواقع، سيرفرات، اجهزة، هندسة عكسية، تحليل برامج خبيثة، كسر تشفير، تحليل جنائي رقمي، اختراق الأجهزة الذكية اللي في المنازل وحتى السيارات. يا راجل ده كان في حتى مسابقة من المسابقات كان في اختراق أقمار صناعية وساتلايت. نرجع للمسابقة. النهائي كان ما بين الإمارات، السعودية، عمان، الكويت والأردن. من الناحية التانية عندنا مصر، الجزائر والمغرب. أقوى الهاكرز من كل الدول دول جمعوا 3 فرق مختلفة. يعني عندك حوالي 15 فرد من كل الدول دول بيتنافسوا على مين أقوى هاكر في الشرق الأوسط. وبعد ما ياخدوا الأول من المسابقة دي بيسفروا اليابان ينافس هناك على أقوى هاكر في العالم. فحاجة بالظبط أشبه بكأس العالم كده بالظبط. لكن بالنسبة للهاكرز زي ما قلت لك، قابلت المتسابقين دول وتعرفت عليهم. المركز الثالث كان من نصيب الإمارات، فريق ديد باكيت. والمركز الثاني كان عندنا الفريق الجزائري سودو روت. والمناسبة يا جماعة ده واحد فعليا من أقوى الفرق الواحد ممكن يشوفها. وأخيرا عندنا فريق ريبيليونز من مصر، هم دول اللي أخدوا المركز الأول. الكلام ده كان في شهر 9 تقريبا، حوالي يوم 23/9/2019. أنا روحت من المؤتمر من هنا وكل طاقة وحماس اني لازم ابدأ العب تحديات زيهم. وانا بالفعل فاهم اللي بيعملوه، بس ما جربتش احل بايدي. صحيح عندي خلفية كويسة مش بقدر اللي عندهم طبعا، لكن ايه اللي يمنع؟ واول ما روحت مسكت اللابتوب بتاعي وقعدت احل تحديات. بدأت بحاجات بسيطة جدا لا تتخيلها، زي اسئلة عامة عن الهاكينج، ايه اسم المؤتمر الفلاني، ايه اسم الاداة الفلانية، وهكذا. حاجات فعلا كلها بسيطة. وانا عامل حسابي ان قدامي سنة عم اخش المسابقة دي، واتصدم خلال شهر واحد بس. يوم 6/11 من نفس السنة صفحة على فيسبوك باسم EG-CERT تنزل المنشور التالي: ان هيبقى في منافسة وطنية في مجال السايبر سيكيورتي، والدعوة مفتوحة للجميع.
والجايزة 200,000 جنيه. الرقم ده وقتها كان فعلا كبير جدا، يعني كان حوالي 12,500 دولار توتال الجائزة. طيب مين هو الايجي سيرت؟ ده الذراع الوطني للأمن السيبراني في مصر، والمسؤول عن حماية البنية التحتية والرقمية للدولة، اكتشاف الهجمات وصدها، الاستجابة للحوادث، الاختراقات الأمنية، مساعدة الجهات الخاصة والحكومية في صد الهجمات السيبرانية اللي بتحصل على مصر فعليا. وكل دولة بيكون عندها الفريق ده، في ايجي سيرت، قطر سيرت إلى آخره. فدول أقوى ناس في حتة السايبر سيكيورتي في مصر حرفيا. طيب المسابقة امتى؟ مش بعدها ب5 شهور، لا ده بعدها ب9 أيام فقط. المنشور نزل يوم 6، التأهيلات هتفتح يوم 15. أنا وقتها كنت بتدرب، بس فعليا حاجات كلها بسيطة. ويوم 15 ده بتفتح مرحلة التأهيلات، أي حد عايز يقدم، بس أول 15 فريق بس هم اللي هيوصلوا للنهائي. والنهائي هيتعمل يوم 4 ديسمبر من نفس السنة، اللي هو برضو خلال أقل من شهر، بالظبط 20 يوم. طيب أنا معيش أصلا فريق وخبرتي صغيرة. كانوا عملوا هم جروب على تيليجرام خاص بالمسابقة دي، الاستفسارات وكل المعلومات هتلاقيها هناك. قالوا يا جماعة اللي معهوش فريق يقدر يلم فريق من الشات. فأنا حرفيا قلت أنا شاطر في الحتة الفلانية ومحتاج فريق. جمعنا بعض 5 أشخاص، محدش فينا شبه التاني حرفيا. لو في أقرب صورة ممكن توصل لك الموضوع كان عامل إزاي، هي اللقطة دي من مستر روبوت مثلا، اللي هو فعليا محدش فينا شبه التاني، لا سنا ولا شكلا ولا عمرا ولا أي حاجة خالص. وكان اسم الفريق بتاعنا اكس ريفرسر، أو يعني بالعربي اكس العكسيون، ما تسألش معناه ايه. وضعنا حجر الأساس للفريق يوم 12/11/2019 قبل التأهيلات بالظبط بيومين. أعضاء الفريق وهم أنا مستر ليمبو وجوزد، وافتكر الاسم ده كويس، ديسدنت، أبستراكت، وأخيرا سيزر القيصر بتاعنا، وده برضو افتكر اسمه كويس. جوزد قال حابين تبدأوا بمنصة ايه نبدأ نتدرب عليها. فأنا بطبيعة الحال قلت له نبدأ بسايبر تالنت، بأنها أشهر CTF في مصر، ودي اللي الناس كلها بتتدرب عليها أصلا يعني. طبعا أخونا المتحمس سيزر قال لك لا احنا هنبدأ بهاك ذا بوكس. هاك ذا بوكس دي كانت ولسه لحد النهارده يعتبر يعني أصعب منصة الواحد ممكن يتدرب عليها. يعني أنت لو بتحقق عليها أرقام عالية ومستويات عالية فأنت فعليا مميز، وهي فعليا صعبة مش سهلة أبدا. فقلنا لا 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 خلاص خلينا نسخن بسايبر تالنت نتدرب عليها شوية، ممكن ننقل وقتها لهاك ذا بوكس. وإذ كان اتفقنا وبدأنا الحل. وبالمناسبة منصة هاك ذا بوكس دي كان عليها ولد مصري كان تقريبا ترتيبه 20 على العالم، وده واحد من الناس المميزة جدا اللي قابلتها في حياتي بصراحة يعني. وبالمناسبة كان وقتها عنده 16 سنة، يعني انت متخيل اللي هو كان بالعافية اصلا يطلعوا له بطاقة، وكان اشطر هاكر على مستوى مصر في المنصة دي والوطن العربي كمان، يعني كان هو رقم 1. افتكروا عشان هنرجع له تاني بعدين. فزي ما انت شايف احنا فعليا ما نعرفش بعض ولا عارفين اشكال بعضنا عاملة ازاي، ولسه بنحاول نستوعب مين هيمسك جزئية ايه، لان انواع التحديات كتيرة ولازم تبقى متخصص في حاجة واحدة. ومن هنا بدأنا نتدرب ونحل اي حاجة تيجي قدامنا. يوم 12 يوم 13 ويوم 14 لحد اخر لحظة قبل بداية التأهيلات. وزي ما انت شايف كده اخونا سيزر كان بيسيب التحديات السهلة ويروح يقل التحديات الصعبة، كان هيجنني حرفيا. لكن الحاجة الوحيدة اللي انا كنت متأكد منها ان احنا مستوانا مبتدئ لسه، لكن هنجيب اخرنا عشان نقدر نعمل اي حاجة قصاد الناس دي. انا كنت بحل اي حاجة تيجي قدامي، ويعني حتى كنت عارف نقطة ضعفي فين. كنت سيء نوعا ما في حتة السكريبتنج او ان انا اكتب كود يحل تحدي، ما كنتش كويس فيها قوي، لان كنت معتمد نوعا ما على اي حاجة عايز اعملها اكيد في برنامج بيعمل الحاجة دي، وده عكس اللي هيحصل قدام. كل حاجة هتعوز تحلها مفيش برنامج بيحلها، محتاج انت اللي تصنع له الحاجة دي. لكن الجانب الايجابي ان كانت روحي حلوة، يعني ده كان تصوري عن الفريق بتاعنا اول ما انضمينا مع بعض. يعني المسابقة ما عادش فاضل لها غير ساعة تبدأ. اسمهم سعيد أردغانة ومسامة منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانة وزوفي علي وليلة جامدة أوي سعادتك. حلو أوي. وانا كنت بحاول بس اقلل التوتر شوية. التأهيلات هتبدأ ومفيش غيري انا وجوزد والقيصر بتاعنا اللي قاعدين بالحل. الاتنين التانيين فعليا مختفين مش عارفين هما فين.
ولا انا فاكر اصلا هما كانوا بيحلوا ايه. وبدات المسابقه، هوب اول فلاج يجيبوا جوزد، وانا كمان بعدها في نفس اللحظه وديث دنت هوب بقينا مركز تاني في اول نص ساعه حرفيا في المسابقه. اول ما بدات مركز تاني. انت مش متخيل كميه الادرينالين مش عارف اوصفها. انت فاهم؟ انت اول ما بدات انت في التوب، حل 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 حل. بص عارف اللي هو داخلين باقصى قوه حرفيا، عندنا تركيز ماكس وبكل طاقتك كده. والدليل كنا مركز تاني اول ما المسابقه بدات. التوتر كان عالي، الواحد والله انا فاكر ان ايدي كانت بترتعش بدون سبب، لحد ما جت الساعه 3 الفجر ونزلنا مركز تالت، ده كمان رابع. والمسابقه 24 ساعه بس بالمناسبه. وده نفس اخونا اللي كان بيقول لنا محدش فيكم يتوتر، هو اللي كان مسبب لنا الذعر اساسا في الجروب. واللي حصل وقتها انه التحديات نوعين، نوع بيبقى على موقع فانت لازم على طول تبقى فاتح المتصفح وبتتعامل معاه، والنوع التاني بيبقى ملفات بتحملها وبتحاول تفك تشفيرها على جهازك انت، فبتعزل نفسك عن العالم كله وتركز انك تخترق السوفت وير ده او تحل الحاجة دي. اللي حصل كالتالي، بعض التحديات اللي احنا كنا شغالين عليها، لان احنا بالفعل حلينا حاجات كتير بسرعة، الحاجات اللي وقفت معانا وعطلتنا الساعات دي كلها كانت اصلا ما بتتحلش. عارف انت اللي هو انا خط الصدمة بقى، فاهم؟ تحديات كان فيها مشاكل تقنية مهما حاولت مش هتتحل ابدا. اللي حصل ان هم بعتوا زي ابديت على الموقع بتاع المنصة، قالوا يا جماعة الخير التحديات دي طلع فيها مشاكل، فعملنا لها تحديث والملفات الجديدة اهي. انت طبعا عشان منعزل في حل التحديات دي على جهازك، انا في الموقع اصلا تماما يعني فاتح بس الديسكورد عشان ما حبيتش اخش كل شوية على ايه انا بقيت الكام طلعت نزلت. ولو حليت التحدي هاخد الاجابة او الفلاج وابقى افتح المنصة احط الفلاج هناك. فانا قاعد 3 ساعات انا ويوسف لو جوزد بنحل في حاجات بايظة وما عرفناش ده غير لاحقا جدا يعني. لكن اللي حصل ان احنا لما لقينا نفسنا عطلنا جامد في تحديات مش فاهمين هي ليه ما بتتحلش. الفلاج كان قدامي، يعني انت متخيل ان الاجابة قدامك، انت اخترقت السوفت وير ده مراحل كتيرة جدا، اخر خلاص هو انت شايفه قدامك، يا ابن الحلال اطلع مش طالع حرفيا. فده اثر على نفسيتنا كتير، ان هو هل في حاجة انا مش فاهمها، هل في حاجة انا لسه مش مستوعبها، انت ليه مش راضي تطلع؟ المفروض ان التحدي يتحل. المهم قررت انقل على تحديات تانية وكنسل دي خالص دلوقتي. طبعا عشان تفهم تقسيمة الفريق، جوزد اللي هو يوسف ده كان بيحل تحديات الريفيرس اللي هي الهندسة العكسية بشكل اساسي. انا كنت بحل تحديات الفورنزكس اللي هو ليمبو، او بيسموها تحديات التحليل الجنائي الرقمي، اللي هو لما هاكر يخترق حد بيعرفوا بقى ايه زي كونان كده بالظبط. محمد سليم اللي هو القيصر بتاعنا ومعاه ديثدنت اللي هو ناجي، دول كانوا بيحلوا المواقع او بيخترقوا المواقع ويهكروها خلينا نقول. والاخير بتاعنا ابستراكت ده كان بيحل تحديات التشفير لانه كان شاطر في حته السكريبتنج وكتابه الاكواد، وهو ده اللي عايز حته التشفير. طبعا لما تحديات الفورنزكس والريفيرس علقت معانا جامد، القيصر بتاعنا قال لي ايه اللي هو تعالى ساعدني، اللي هو حرفيا وانا مين يساعدني انا كمان يعني. هو كل 5 دقايق احنا لو نزلنا ال15 مش هنتأهل. يا عم اسكت ده انا بنورك، ده انا بنورك. بص يا عم انت جيت لي منين؟ يا عم اسكت سيبنا نركز. مصادر يمين مصادر شمال، انا كنت فاتح الديباجرز دي ما اعرفش ليه بصراحه، شويه حل ويب شويه حل فرينزكس شويه حل كريبتو، اللي كان بيجي قدامي كنت بدوس فيه. من الحاجات اللي عايزك تاخد بالك منها برضو لو انت شخص تقني، احنا كنا بنعمل ريفرس انجينيرنج على او هندسه عكسيه على اميونيتي ديباجر مش على ايدا برو خالص. اللي فيكم ما يعرفش الفرق ما بين الاثنين، كأني مطلوب مني اصطاد سمكه معينه في بحيره كبيره، فواحد بيستخدم شبكه وتشيز هيجيب كل السمك مع بعضه، والتاني بيستخدم صناره. هو الصناره دقيقه شويه ومش عارف ايه بس بطيئه، وده فعلا اللي احنا كنا بنعمله لان احنا ما كانش عندنا الخبره الكافيه في استخدام برامج المتقدمه دي بالشكل الكافي. مع ان التانية اصعب، يعني الاميونيتي ديباجر ده اصعب بكتير جدا في التعامل
من برنامج التاني اللي هو الايدا الموناليزا بتاعتنا. يعني انت لو في يوم ماشي ولقيت حد فاتح الايدا دي وشخص تاني فاتح الاميونيتي ديباجر، اعرف ان اللي فاتح اميونيتي ديباجر ده ساحر ومشعوذ حرفيا. ما فيهاش حاجه مفهومه. فضلنا نحل لحد الساعه 11 قبل الظهر، وانا كنت هموت وانام. والمطعم الشريف ولا اسمعني بقى، انا عايز انام سعادتك من الصبح مش عارف. اسمعني، اتفضل سعادتك. انا ممكن اخليك تبقى شريكه الا اذا طبعا في 300 جنيه. لا طبعا يا فالح. امال ايه امر سعادتك؟ انا بجد تعبان جدا، مرهق ومش قادر اكمل، فقلت اخد قيلولة كام ساعة واصحى اكمل تاني. وصحيت تقريبا على حوالي الساعة 5 او 4 العصر. انا نايم واحنا مثلا مركز 9 7 في الرينج ده. صحيت لقينا نفسنا مركز 23 بعد كل المجهود اللي عملناه. 23 روح يا ابني بسرعة وادحل، مش فاضل الا 7 ساعات وتنتهي المسابقة. فلاج يمين فلاج شمال، برضه دخلنا بنفس الحماس اللي بدأنا بيه المسابقة. لكن الموضوع كان صعب، وبقية الفرق التانية برضه بتنافس بشراسة. والمشكلة ان التحديات كل ما تتحل كل ما نقاطها بتنقص. يعني لو في تحدي ب 400 نقطة وانا حليته، انا بس هاخد 400 نقطة. لو فريق تاني حله، ال 400 دول هيبقوا 350. وكل ما التحديات تتحل اكتر كل ما النقاط بتاعتها تبقى ما تسواش حاجة او بتقل لحد رقم معين واللي هو 100 نقطة. يعني ممكن تبقى فرحان حليت تحدي ب 500 نقطة، بعد ساعتين تلاقيه ب 100. خلاص هو كده. دي ستودنت عمال بيحل وانا عمال بحل ويوسف عمال بيحل وجايبين اخرنا حرفيا، لحد اما طلع لنا كده اخونا المختفي ابستراكت من وسط اللامكان وبعت لنا صورة حجر رشيد. التحدي ده كان اسمه باد سيجنال او اشارة سيئة ب 400 نقطة، وما كانش حد فعلا حل وقتها. كان عبارة عن ايه؟ حجر رشيد لكن متشفر، شايف كل بكسلاية قدامك متشفتة بمقدار معين، فانت مطلوب منك ترجع كل التشفيت ده تاني لحد اما الصورة ترجع الاصلية، وتحسب كل بكسلاية كانت متشفتة بمقدار قد ايه او مترحلة بمقدار قد ايه، وبعدين تاخد القيم دي وتفك تشفيرها مرة تانية وتطلع الاجابة. فالكود السري متوزع ومتشفر ومنتشر في الصورة كلها. فلو انا عايز ابعت لك رسالة سرية محدش يعرف يقرأها الا انت، هبعتها لك بالشكل ده، واللي يفتح الصورة مش هيفهم ايه ده اصلا. وانا دخلت على كام تحدي من اللي كانوا بايظين وصلحوهم وحليتهم تاني. وعندنا ايه الاخ سيزر قاعد عمال بيشجع، بس يشجع ويرفرش صفحة الداشبورد كل ما ننزل تحت يقول لنا انتوا نزلتوا. يا عم حل يا عم حل ارحمني. الساعة 10:30 والمسابقة قربت تنتهي، وكان عندنا امل نتعلق في اي حاجة حرفيا تزقنا لفوق. لقيت يوسف باعت لي شوية مصادر بالروسي حرفيا، المفروض بقى منك ان انت تقرأها وتفهم ايه الحوار، وبعدين تشوف الفكرة دي ازاي متطبقة على الفكرة اللي انت بتحلها في اقل من 5 دقايق. وبعض التحديات اللي احنا كنا معلقين عليها وقربنا للحل خلاص ورجعوا صلحوها مرة تانية، مد وقتها 30,000 جنيه. قلت لك هم 29,000 بس. طب مفيش فلاشاية؟ مفيش فلاشاية؟ هو ايه اللي مفيش فلاشاية؟ اقعد تشتم فيا وفاصل لحد ما عزام يسافر والعيال تقعد تشد فروين، وكل ده هيبقى في رقبتك. وكل ده ليه يا عم حسام؟ ليه يا سيدي؟ عشان البيبي مستخسر 1000 جنيه في مصر. بس خلاص كان تقريبا كل اللي انا عملته كنت يعني من كتر اللبخه نسيت انا كنت بحل في ايه بالظبط. ايه ده؟ راحت فين؟ يا ايه دي اللي راحت فين؟ ايه يا عم انت بتمدلي في وشك ليه يا عم؟ هو شكل البيع؟ هتلاقيها متزخنه في اي زخموه من زخانين الموزه ده. ايه؟ اتنيل طلعها. يا نهار اسود. نهار اسود؟ نهار اسود عليك، نهار اسود عليك. فين الفلاشاية؟ مين؟ سيبني عليك. وتحديات كتيره جدا كنا وصلنا ل 90% من حلها لكن ما ظبطتش معانا. وجات الساعه 12 كميه الاحباط كانت للسما، الشباب كله انسحب زي ما انت شايف. واللي كان مسبب لنا الاحباط الاكبر ان احنا طالعين مركز 16. يعني انت متخيل مركز واحد بس وكنا نتأهل، يعني لحد ال 15 هياخدوك، 16 اقطع لحد هنا بالظبط. يعني فرق تحدي واحد، فرق حاجة تافهة جدا، وكنا نحقق احلامنا زي ما بيقولوا. احنا كنا منهكين بشكل مرعب لدرجة ان اخونا سيزر ده كان بعت صورة قطة بتعيط في الشات. اخونا ابستراكت ده كان فاكرها يعني تحدي وراح يحلها. يعني انا مش هلومه بصراحة، الواحد كان خارج الخدمة خالص. 24 ساعة انت
دماغك عامل شبه فورمولا 1 كده ما بيوقفش. تحديات تشفير وكسر تشفير ومش عارف ايه واختراق مواقع وتحليل جنائي رقمي وهندسه عكسيه وضغط، وانت اصلا دي اول مسابقه اخشها في حياتي. تحديات صعبه مش سهله ابدا ابدا، ما كانتش سهله. انت بشوف حاجه رشيد ده كان عامل ازاي، يعني اللي احنا كنا اتدربنا عليه حاجه وده كان حاجه تانية خالص. واللي حزننا اكتر كمان ان تحديات الويب، اختراق موقع الويب، هي دي اللي اخرتنا. انا عايز اقول لك كل الفرق التانية عندها ناس في الويب كتيرة، بالعكس دول عندهم فائض في الويب. مصر كلها بتشتغل في الويب، احنا الفريق الوحيد اللي ختمنا كل التحديات التانية وسيبنا الويب. انت متخيل؟ انت محدش هيفهم الكلام اللي بقوله غير لما يبقى جرب يخش فريق. وانت بتجمع فريق زي كده انت بتلاقي الناس كلها ويب، ما بتلاقيش غير واحد من اصل 100 شخص. انت متخيل الرقم؟ بيحل التحديات اللي احنا بنحلها، فاحنا ما عندناش ويب. ومن اليوم ده انا جالي فعليا تروما من فكرة الويب، وانه انا لازم افهم الحتة دي، لازم اخدها تحت جناحي كده، تحت الجزئية اللي انا بفهم فيها واكون محترف فيها. والاسوأ من كده كمان ان تحديات الويب وقتها امتد لقدام. يعني المسابقة صحيح خلصت بس في تحدين او 3 لسه شغالين وويب، مش الحاجات اللي احنا بنحلها. انا طبعا دخلت اصيح في الاول انه حرام بقى ومش عارف ده ظلم، انه التحديات اللي ضيعنا فيها وقت ومش عارف لكن كنت متصالح مع نفسي بصراحه. ويعني لو تشوف انا قلت يعني هو لو يريد بقى لو في حل للتحديات دي عشان نتعلم منها وكده، احنا داخلين برضو ان احنا نستفيد. والمسابقه بشكل عام كانت كويسه وبتاع، لحد ما دخل كلمني باشمهندس احمد سلطان، وده واحد بصراحه من اجمل الناس اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها. احمد سلطان كان هو حاجه كبيره يعني وقتها في السيرت، وكان مسؤول عن المسابقه. وبامانه بامانه ده واحد من اقوى الناس التكنيكال اللي شفتها في حياتي، يعني شفتها قدام عيني كده وقعدنا مع بعض. دخل كلمني وقال لي انه عادي الاخطاء تحصل ومش عارف وكده وما تزعلش. وعموما الناس اللي على الداشبورد دول مش هم دول اللي يوصلوا للفاينل. يعني ايه؟ يعني في امل؟ قال لي استنى لحد بكره وشوف. فرجعت للشباب قلت لهم يا شباب احنا في امل كده على بتاع سكه شويه صغيرين ان احنا نتاهل للفاينل. قالوا ازاي؟ احنا طالعين 16 اصلا. لا في امل. وفضلنا ندعي، والله انا ما هنسى اليوم ده. لحد تاني يوم بالليل نزلت اسماء الناس اللي وصلت للفاينل، واكس ريفرسرز المركز ال14، مش حتى ال15 اللي هو اخر ناس، لا ده احنا زقنا كده نقطتين قدام، او طلعنا فريقين قدام. اللي حصل ان كان في فرق من اللي وصلت فوق دي كانت بتغش. يعني ايه كانت بتغش؟ كان فريق حل تحدي وصل للاجابه وبعته للفريق التاني، فالاداره عرفت ان الفريق التاني ده ما حلش اصلا، والفريق الاول ده مثلا بعت له الاجابه، فاقصوا الفريقين. ويا الله على الفرحه اللي كانت عند الواحد وقتها. انا ورجعنا تاني بقى طبعا مع الفريق بتاعنا ولمنا شملنا وكملنا تدريب لحد يوم الفاينل. اول ما المسابقه كانت انتهت واحنا ما تاهلناش، اخونا سيزر القيصر ده كان قال لي كلمه بجد زعلتني. لو كان نفسي اتاهل لانه كان اول مره اخش فيها بطوله، وانا بنفس الوضع انا كمان. لكن طبعا ربك ما بينساش حد، والحمد لله احنا اتاهلنا يعني للفاينل. وخلينا نشوف هنعمل ايه. وسيزر ده بالمناسبه انا كنت بتفق مع اي حاجه بيقولها، يعني ما كانش فيه خلافات ما بيننا كتير. يعني لما المسابقه انتهت كان مطلوب من كل واحد ان هو يكتب رايت اب، مش مطلوبه اجباري بس يستحسن انك تعملها. الرايت اب ده هو انت ازاي حليت التحدي ده. طبعا انا ما كتبتش حاجه، انا ما كنتش فاضي اكتب الكلام ده يعني وكده، لكن هسيب لك في الوصف بعض من التحديات دي والرايت ابس تقدر تشوفها بنفسك وتشوف المستوى اللي دخلنا فيه اول ما بدأنا نجرب CTF كان عامل ازاي. لكن اول حاجه قبل الفاينلز حبينا ان احنا نغير اسم الفريق، واستقرينا على نايت ريدز. وصلنا للفاينل، فضلنا نتدرب طول الفتره دي لحد يوم الفاينل. مين بقى اللي قصادك؟ حرفيا تنانين بالمعنى الحرفي، ناس بتطلع 0 days، اقوى ناس في الهندسه العكسيه على مستوى مصر كلها والشرق الاوسط، اقوى ناس في الويب ممكن الواحد يشوفهم في حياته. يا لا مش متخيل. اقوى ناس في التشفير، ناس شغاله في المجال ده بقى لها سنين السنين، الاول على هاك ذا بوكس في الشرق الاوسط كله. انت فعليا داخل ضد تنانين بالمعنى الحرفي. انا وفريقي داخلين ضد اقوى ناس في الشرق الاوسط كله في الهاكينج.
لسه اول مرة نجرب CTF وداخلين قصاد الناس دي. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ انا قلت لهم يعني انا هحل تحديات الستارت اللي هي البدائيه دي واروح. قال لك يا باشا مفيش تحديات الستارت في الفاينل، انت هتلاقي حاجات قاضيه. واتدربنا كويس جدا خلال فتره ال20 يوم دي كامله. شيل كود، ريفيرس بون، تحديات تشفير، هندسه عكسيه، كل الكلام ده. لدرجه انه في مرحله من المراحل وانا بشوف الشات لقيت نفسنا بنكلم بعض 0-1 حرفيا. انا اصلا مش فاهم لحد النهارده ايه اللي كنا بنعمله ده، بس في الاغلب زي ما انت شايف كانت بنفك تشفير حاجه معينه وطلعنا الاجابه منها. جت وقت الفاينلز وبدات المسابقه. انا والتيم بتاعي باقصى استعداد وجاهزيه. خدنا نفس، سمينا الله وبدانا. فلاج ورا التاني ورا التالت. احنا كنا داخلين باسرع شكل واقوى شكل الواحد ممكن يتخيله، لدرجه انه في اول 3 ساعات من المسابقه، واللي هي اصلا كلها على بعضها تقريبا 6 ساعات، احنا كنا مركز ثالث او تاني. انت متخيل؟ انت فاهم اللي انا بقول؟ يعني انا اصلا ما كنتش مصدق. لكن قله الخبره بتبان، وقعنا في حاجات اسمها او بيسموها يعني رابت هولز، او اللي هو طريق مسدود مهما كملت فيه. يعني افتكر واحد من التحديات كان مديك سيرفر كده بتتصل عليه، لو اتصلت عليه بيسكت ما بيقولش حاجه، اديته اي كلمه بيفصل. طلعت الموضوع كالتالي، انك مطلوب منك تبعت له انت الاجابه، فهيرد عليك يقول لك انها صح ولا غلط. ثانيه كده، يعني انا ابعت له الاجابه اللي انا اصلا عايزها؟ طب ازاي؟ فكان كل ما نبعت له كلمه يفصل، كل ما نبعت له كلمه يفصل. نبعت له اول جزء من الفلاج اللي في الاجابه او الفلاج دايما كان بيبدا بكلمه EG سرت وافتح قوسين بعدين حاجه في النص. لما كنا نبعت له الجزء ده كان بيعلق. احنا طبعا متضايقين ان السيرفرات معلقه، انه بقى في ضغط من كل الهاكرز في المسابقه وكده. انت عندك 15 فريق كاملين، فيعني تتكلم في سكه حوالي 70 واحد يعني. واللي حصل كالتالي، انه طلع العيب مش من السيرفر، طلع ان السيرفر لما بيعلق او بيتاخر في الرد دي طريقه عمله اصلا، انه كل ما تبعت له حرف من الاجابه صح بيتاخر ثانيه. فلو بعت له حرف الاي هيتاخر ثانيه بعدين يرد عليا، EG هتاخر ثانيتين، EGC هتاخر 3 الى اخره. فانت مطلوب منك تحسب كل تاخير بالثانيه يرجع لك من السيرفر وتخمن حرف اللي بعده. هقول له مثلا طب هل هي A؟ يفصل. هل هي B؟ يفصل. هل هي C؟ يكمل بعدها. طبعا يعني كنا فاكرين ان السيرفر بايظ يعني. لكن اللي كان واخد المركز الاول وقتها في المسابقه، خلاص عدى مثلا 5 ساعات، كان فريق ريبيليونز، وجبت سيرته قبل كده. قبل نص ساعه من انتهاء المسابقه نزلوا مركز تاني قصاد فريق كولد زيرو. الفريق ده فعليا فيه تنانين حرفيا، وكولد زيرو بقى مركز اول. لكن اخر 40 ثانيه في المسابقه ثانية على انتهاء المنافسة. الله. انت متخيل يعني ايه اخر 40 ثانية وفريق ريبيليونز يشتغلوا على تحدي عبارة عن صورة الملك توت حجمها تقريبا 1,000,000 بكسل او 1,000,000 بت، وفي بت واحدة بس او 0 أو 1 من 1,000,000 دول مطلوب منك تشقلبها عشان الصورة ترجع كلير او واضحة تاني. انا فاكر في اللحظة دي كان سيف اللي هو من فريق ريبيليونز عمال بيحل، وكمية الصور اللي بتطلع له بيفتح الصور دي كلها يشوف مين فيها اللي فتحت معاه وطلعت سليمة، والفلاج او الاجابة السرية مكتوبة في الصورة من فوق. وفعلا قبل اخر 10 ثواني يطلعوا الفلاج ويكتبوه. لو حرف واحد وهما بيملوا الفلاج طلع غلط راحت عليهم ويفضلوا مركز تاني، لكن ضغط انتر وفعلا طلع مركز اول. اللي عايز اقوله لك من الحكمة دي انه مهما كان انت في اللحظات الاخيرة في اي حاجة في حياتك كمل للاخر. ده حتى اجابة الفلاج او التحدي كانت 1 bit can change your life.
وهم كتبوا مقالة كاملة عنها تقدر تشوفها تحت في الوصف. واحدة من الحاجات اللي برضو عمري ما انساها انه الفريق اللي واخد مركز اول كده عرفناه، الفريق اللي اخد مركز تاني عرفناه، الفريق اللي اخد مركز تالت كان ولد لوحده. بص انا عايزك تتخيل معايا الفرق كلها عبارة عن 5 اشخاص، وكل شخص فيهم متخصص في حاجة معينة، وده داخل لوحده البطولة. اعتقد كان اسمه شرشر حاجة زي كده، مش فاكر بصراحة. كان المفترض منه انه يكون معاه ابراهيم مسعد او اللي هو ذا ستورم، لكن ابراهيم مسعد كان بره مصر وما عرفش يجي. فتخيل الاورا فارمنج اللي البني ادم ده داخل بيها البطولة لوحده، لدرجة انه هو اتكرم مرتين. طلع على المسابقة يكرموه انه اخذ المركز الثالث، وطلع مرة تانية انه اخذ اعلى نقاط في المسابقة كلها كشخص فردي لوحده يعني. فمن اللحظة دي لما بصيت عليه قلت اوكي، لا هنا الموضوع يختلف. تقدر تشتغل على نفسك كتير جدا طبعا، لدرجة انك تقدر تعمل حاجة زي كده، تخش بطولة كاملة لوحدك وتاخد فيها مركز. وللأسف الشديد انتهى بنا المطاف في المركز ال11 بعد ما كنا تقريبا مركز تاني او تالت قبل انتهاء المسابقة بساعتين، بسبب قلة الخبرة للمرة الأخيرة. ممكن نعمل حلقة تانية على التحديات اللي كانت واجهتنا دي، لأنها لسه عندي، ونحاول نحلها سوا. وعشان تعرف أنا بدايتي كان من فريق كله عشوائي، وهم دول اللي كملوا مسيرتي معايا للآخر. لو انت حابب تنضم وتبدأ وتتعلم وتشارك، أنا عملت جروب على ديسكورد تقدر تنضم ليه. تخش على القناة اللي اسمها Find CTF Team، وأنا هضمك لفريق وتبدأوا تكونوا مع بعض وتحلوا تحديات سوا. وعايزك تفتكر ان الرحلة دي كلها للمركز ال11 على مستوى مصر كانت في اقل من 2 شهرين. ولو مهتم تعرف ايه اللي حصل للتيم بتاعي بعد اللحظة دي، وايه اللي قررنا نعمله بعد المسابقة دي، وهل اخدنا مراكز اولى تاني ولا لا، وازاي عملناها، وازاي نظرتنا اتغيرت، يا ريت تسيب لي تحت في التعليقات. وما تنساش اكيد طبعا تشترك علشان تفهم بقية القصص دي. مع السلامة.